السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فوصفتنا لليوم او كاقتراحنا لليوم غادي نحضر معكم سبوسه باللبن وبجوز الهند او الكوك. كتجي غزاله بزاف وايضا كتجي ناجحه 100%. فجربوها اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم وايضا غادي تعجب وليداتكم. فدابا ما بقى لينا ندوزو المقادير وطريقه التحضير ديال هذه البسبوسه هذه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 3 البيضات بحراره المطبخ، غادي نحتاجو ايضا كاس الى ربع ديال السكر سنيده، كاس الى ربع ديال الزيت، كاس ديال الكوك او جوز الهند، ملعقه ديال المربى، ملعقه ديال الخل، وجوج اكياس من البيكين باودر، وكيس من الفانيلا. وايضا نحتاجو كاس ونصف ديال السميده رقيقه، السميده اللي كنحضروا بها الحرشه في خلاط كهربائي او الخلاط ديال مولينيكس. كنوضعوا البيض، كنوضعوا ايضا السكر سنيده او السكر الخشن. البيض تيكون بحراره المطبخ طبعا. كنوضعوا معها ايضا المربى ديال المشمش او الكونفيتور ديال المشماش. كنوضعوا ايضا الخل اللي كيعطيها الطراوه، وايضا كنضيفوا اللبن. بالنسبه للبن خاص يكون داك اللبن اللي تيكون خاطر، ما يكونش هذاك اللي تيكون جاري. كنضيفوا ايضا الزيت نباتيه. كنخلطوا الكل حتى كيتجانسوا لينا هاد المكونات مزيان. هذا غادي نضيفوه في المكونات الجافه. صافي في هذه الاثناء غادي نضيف 2 اكياس من البيكين باودر او الخميره الحمراء او خميره الحلويات، وغنضيف ايضا كاس ديال جوز الهند او الكوك. الكوك يفضل انه يكون من النوعيه الجيده باش كيعطينا الذوق، واحد الذوق اللي هو زوين. كنضيفوا ايضا السميده الرقيقه او السميد الناعم. هنا عندي كاس عامر ديال العنبه ونصف كاس. كنعاودوا نخلطوا الكل حتى كيدخلوا لينا داك المكونات الجافه مع المكونات السائله. كنحاولوا نخلطوا مزيان وكنحركوا لينكس هكا باش هكا ديك السميده تخلط لينا مزيان. صافي كنستمروا على هذا الشكل هذا حتى كيتجانسوا لينا. الزوين في هذه البسبوسه هذه اننا ما كنلونوش كثره الماء، فكنخلطوا الكل في مولينيكس وكنكبوه مباشره في المول اللي دهنته بالزيت ورشيت عليه شويه ديال السميده رقيقه، او ايضا يمكن لكم ترشوا شويه ديال جوز الهند او الكوك. كنخويوها في المول، كنوزعوها على هذا الشكل هذا باش تجينا سطح واحد. صافي ندخلوها الفران حتى كطيب عفوا، وكنزلوها باش تحمر. هنا سقيتها بالسيرو العادي اللي هو كاس العنبه ديال الماء ونصف كاس ديال العنبه ديال السكر الخشن او السكر سنيده. يمكن لكم ايضا ديروا لي طرونش ديال الحامض او الليمون. صافي كنديروهم حتى كيغلاو، كنسقيو بهم الكيك. بالنسبه البسبوسه البسبوسه تكون بارده والسيرو خاص يكون سخون. صافي كنرش بشويه ديال جوز الهند. فانا اكتفيت بهذا التزيين هذا. نتوما يمكن لكم تزينوا باي حاجه كتفضلوها، لكن بالنسبه للبسبوسات عامه فهذا هو التزيين اللي كيجي معاها. يمكن لكم ايضا تدهنوها بالمربى ديال المشمش وترشوا عليها جوز الهند او الكوك. انا هنا مباشره من بعد ما سقيتها رشيت عليها الكوك، فتيكون هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم طبعا ما تبخلوش عليها على الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالتي. وايضا ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد فيما كنزلو ان شاء الله. وايضا ما تنساوش انكم تبارطاجيو الرابط ديال الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش كدعم الفائده. ودابا ما بقى لي نقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.